يوم غريب النهارده ومش عارفه ليه. حسيت ان انا عايزه اخرج واشم شويه هوا. ربنا بقالي فتره في رمضان لا طلعت ولا عملت شيء. حبيت ان انا اطلع اشتغل وانا اللي في العربيه. شفت حاجات كتيره وحاجات غريبه. عايزه المظاهر الغريبه اللي بيمر بها الناس ديت تتلغى من حياتنا، والناس تبقى بعادات وتقاليد كريمة. من خلال برنامجي حبيت أصور بالقاس البلد اللي بحبها، ومهما أسافر وأروح وآجي أحس بانتمائي وولائي لها. هنا من عند التفتيش الزراعي في بالقاس، أول مصدر اشتغلت فيه وأول مكان حبيته وانتميت ليه. أنا كنت مهندسة هنا في التفتيش، وشغلة الإعلام شدتني وحسيت فيها فعلا بإني عالمية قد الدنيا دنيا تانية. من خلال برنامجي بصور شوارع بالقاس، شوارع راقية، وبالقاس بلاد جميلة. بالقاس مدينة فيها الحب وفيها الأمان وفيها الاستقرار، ويكفي إنني منها وعيلتي فيها. أنا وأنا رايحة طريق المعصرة بحس فعلا إن المعصرة اتنين يا أسطى، اتنين. بحس هذا الطريق هو اللي دخل على تفتيش الزراعي، اتفتح الطريق ده كمان للمعصرة. على الله يا دكتور عمرو، الخير دايما يشتغل. وبالقاس زي ما هي مدينة جميلة وأكبر مدينة على مستوى الجمهورية، دايما تبقى في خير. من خلال برنامجي حبيت أصور حتة من بالقاس المدينة اللي بحبها، مدينة الألف مأذنة زي ما بيقولوا، مدينة رجال الأعمال والثقافة والإحياء والحب. ومدينتي أنا مدينتي الإعلامية سهيل يوسف.